يا اسطى بقول لك ايه، انا تبت في رمضان وخربتها في العيد وعملت كل الذنوب اللي فاتتني. من الاخر كده يعني عوضت كل اللي فاتني. يا عم ما تهزرش. طيب بص، التوبة الحقيقية مش مرتبطة بوقت معين زي رمضان. لو انت فعلا نويت التوبة فالمفروض تستمر حتى بعد رمضان كمان. مش معنى ان العيد جه انك ترجع للذنوب كأنك كنت مستني الفرصة. لو حسيت انك هتضعف افتكر انت ليه تبت اصلا من الاول. اكيد كان عندك سبب خلاك تفكر في التغيير. مفيش حد معصوم، كده كده وكلنا بنغلط، لكن الشخص اللي عاوز فعلا يبقى احسن بيحاول يقوم بعد كل وقعه، مش بيعمل خطه هيغلط امتى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ده دليل إن الاستقامة بعد الطاعة فيها اختبار، لكن اللي بيصبر هو اللي بيكسب. ولو عندك صراع داخلي وده الطبيعي، جرب تفلتر الناس اللي حواليك واعرف ناس تعينك على التوبه والثبات والقرب من ربنا، وابعد خالص عن اللي بيشدك للغلط. القرار في ايدك انت، خلي بالك، وانت اللي هتشيل شيلتك، فاختار بحكمه اخرتك هتبقى عامله ازاي. يا اما جنه، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، يا إما نار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لو حاسس انك ممكن تضعف بعد رمضان، افتكر انك كنت قادر على الطاعة والتوبة لمدة شهر كامل، وهزمت اصعب خصم ممكن يسحبك في سكة المعصية وهو نفسك. وده دليل انك تقدر تكمل، علشان خصمك اللي بره رمضان اضعف بكتير قوي من نفسك. المهم انك تحاول تثبت وتحافظ على اللي انت وصلت له، وفي كل الاحوال ربنا كريم وبيقبل التوبة مهما حصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني كلنا بنغلط، والأفضل اللي بيتوب وبيستمر على طريق الصلاح. توكلنا على الله.